طيب لو جيت دخلت على قناتي كده اهو ودوست على كلمة الفيديوهات زي ما انت ما شايف، اللهم لك الحمد، بشكل يومي بننزل بشكل يومي. ما بضيعش وقتي، ما بضيعش وقتي واقول للناس اشتركوا لي والنبي اشتركوا لي وما اعرفش ايه. ليه يا باشا؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ هو انت ما تعرفش ان انا عندي قناة اساسية؟ القناة دي فيها 88,635. هل لو انا فضلت جبت دول في التبادل، يعني لو فضلت اتبادل مع الناس دي، انا تقريبا هقعد 700 سنة. انما المحتوى هو اللي بيجيب الناس. أنت يستحيل بالتبادل تجيب 50,000. تعالَ كده، أنا عايز بس أوريك كده حاجة قبل ما أقول حاجة في الفيديو ده، عشان بس إيه، يبقى في دليل. تعالَ كده بُص، تعالَ كده خُش على التعليقات. بُص كده، المفروض كل واحد يتابع التاني عشان نستفيد. أدي واحد، ركّز معايا تمام؟ أنا هاجيب لك كتير أوي. بُص، كمّل معايا، كمّل، تعالَ. لازم كلنا نتابع بعض بالتوفيق، بلاش ماشي الراجل ده محترم بينصحها. تمام، تعالَ، ركّز معايا، انزل تاني، ضيفني أضيفك. تعالَ، لازم نتابع بعض. تمام، تعالَ. بُص، التعليقات دي بتيجي لي منها كتير أوي. بُص، تعالَ تاني، تعالَ. أهو، المفروض كل واحد يتابع التاني. اشتركت ورديها. تمام، اللي يتابعني أتابعه. تعالَ، كل واحد يتابع التاني عشان نستفاد. دورك، أنا معاك يالّا. تمام. بُص، لازم نتابع بعض، لازم كلنا نتابع بعض عشان نوصل لأهداف. طيب الرسايل دي كل يوم بتيجي لي، كل يوم بتيجي في التعليقات عندي. الناس اللي هم بيعملوا تبادل اشتراك، الناس اللي بيقولوا لك لازم نتابع بعض عشان كلنا نوصّل بعض للأهداف. أنا وريتك عينة، ده خُد بالك ده في منهم آلاف تحت، يعني عندي كتير أوي منهم. أنتم أولًا بالحركة اللي أنتم بتعملوها دي بتضيّعوا وقت بعض، وهاقول لك ليه وبالدليل. أول حاجة ببساطة شديدة، اللي أنت عملت معاه تبادل ده، يعني اللي أنت عملت معاه تبادل، اللي أنت قُلت له بعد إذنك اشترك لي وأنا اشترك لك من 10 إيميلات، ولو أنت اشتركت لي من 10 إيميلات هاشترك لك من 100 إيميل. تعالَ أقول لك بقى اللي هيتم دلوقتي. أولًا أنت ليه بقى بتضيّع في وقتك؟ هاقول لك ليه. هو أول حاجة، إحنا ليه كلنا بنتعب في عمل الفيديوهات؟ فكّر أنت فيها. طب ما أنا مثلًا أنا كمحمد علاء باصوّر كل يوم تقريبًا من فيديو ل3، في بعض الأحيان بانزّل بال4 وال5 في اليوم. طيب ليه أتعب في كل ده، مع إن ممكن إن أنا بدل ما أتعب في تنزيل المحتوى أقعد أقول لده اشترك لي ودي اشتركي لي ودي أقول لها لو اشتركتِ لي من 10 إيميلات هاشترك لِك من 100 إيميل. ليه باتعب في كل الكلام ده؟ لإن ببساطة شديدة أنا بادوّر على مشترك متفاعل، ولو أنت فهمت concept أو معنى كلمة مشترك متفاعل، هتعرف إن اللي أنت بتعمله ده كله هبل وتضييع للوقت. ده أولًا اللي أنت ما تعرفوش، إن ده بالنسبة لك مشترك غير متفاعل، ويوتيوب هيحذفه لك مع الوقت، وهاقول لك ليه. أول حاجة ببساطة شديدة، الراجل ده اشترك لك عشان يراضيك، أو بمعنى أصح عشان ما تزنش عليه وتوجع له دماغه. تمام، هتيجي أنت تنزّل فيديو، ما هو أصل أنت بتلم مشتركين ليه؟ هنقول إن أنت بتلم مشتركين عشان تحقق شرط ال1000 مشترك بتاع تحقيق الربح. هتيجي أنت تنزّل فيديو، طيب الراجل اللي اشترك لك ده هو مهتم بمحتواك؟ هتقول لي لأ. طب ليه؟ لإن ببساطة شديدة اشترك لي عشان يراضيني، هو ما اشتركش عشان بيحب محتوايا، هو اشترك عشان يراضيني. تمام، طب اللي اشترك عشان يراضيك ده لمّا تيجي تنزّل فيديو هيتفرج لك؟ لأ. ليه؟ لإنه مش مشترك متفاعل. وخُد بالك بنسبة كبيرة اللي بيعمل تبادل اشتراكات بيعمل لك تبادل من أكونتاته اللي مش أساسية. يعني بيعمل لك تبادل بإيميلات أو بقنوات هو مش بيستخدمها أصلًا. فبالتالي مع الوقت يوتيوب لمّا هيلاقي إن أنت في عندك مشترك اشترك لك قافل قناته بقى له مدة كبيرة، بيحذفه من عندك. طيب واللايك اللي حاطّه على الفيديو بتاعك بيطير معاه. طيب والتعليق اللي عمله لك، التعليق ده الحاجة الوحيدة اللي بتفضل. وخُد بالك طبعًا يعني يوتيوب لمّا بيلاقي في تعليقات فيها مثلًا كلمة تبادل أو اشترك لي واشترك لك بيقوم حاظرها. فبالتالي الراجل ده كإنه لم يكن موجود من أساسه. تمام. أنا دلوقتي لو جيت دخلت على القناة بتاعتي، تمام، هاوريك بس حاجة برضه عشان إيه، يعني قبل ما تكون يوتيوبر لازم تشغّل الجمجمة، شغّل حتة الدماغ دي. تعالَ كده أهو في كلمة الإحصائيات. بُص، يعني أنا بس عايز أوريك حاجة. إحنا يوميًا بفضل الله بننزّل فيديوهات، يوميًا، ده اللي إحنا تركيزنا عليه، ده اللي إحنا بنتعب له، ده اللي بيكبّرك في اليوتيوب. تمام، يوميًا 3، 2، 3، 2، 1، 5، 4 مش عارف إيه، كل يوم فيديوهات. ليه؟ لإن دي اللي بتجيب لي المشتركين. المحتوى هو اللي بيسوّق لنفسه، أنا ما باسوّقش. المحتوى هو اللي بيجيب الناس، مش الناس هي اللي بتجيب المحتوى. ركّز. طيب لو جيت دخلت على قناتي كده أهو ودوست على كلمة الفيديوهات، زي ما أنت ما شايف، اللهم لك الحمد، بشكل يومي بننزّل بشكل يومي. ما باضيّعش وقتي واقول للناس اشتركوا لي والنبي اشتركوا لي وما أعرفش إيه. ليه يا باشا؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ هو أنت ما تعرفش إن أنا عندي قناة أساسية
قناة أساسية فيها أهو، يعني أنا هاوريها لك برضه، هاوريها لك. يعني بُص، دايمًا الحمد لله رب العالمين، مُنشئ المحتوى الناجح لمّا بيطبّق استراتيجياته في أي قناة بتنجح. القناة دي فيها 88,635. هل لو أنا جِبت دول في التبادل، يعني لو فضلت أتبادل مع الناس دي، أنا تقريبًا هاقعد 700 سنة، إنما المحتوى هو اللي بيجيب الناس. أنت يستحيل بالتبادل تجيب 50,000، يستحيل إنك تجيب 2000 أو 10,000 أو 20,000. عارف ليه؟ لإن ببساطة شديدة أنت ماشي غلط. إنما لمّا تعمل فيديوهات، الفيديوهات دي هي اللي تشتغل، فيديو زي ده يوصل ل6500 واحد، ده يوصل ل8، ده يوصل ل5، ده يوصل ل19، ده يوصل ل5، بتلاقي نفسك بتجيب مشتركين. إنما لمّا أنت ما تفضلش تنزّل في محتوى وتقعد تبوس إيد ده يشترك لك، وإيد ده يشترك لك، والنبي أبوس إيدك اشترك لي وما أعرفش إيه، هو أنت كده فكرك إن أنت هتجيب ناس هيتفرّجوا على فيديوهاتك؟ يا جماعة في منكم ناس كتيرة أوي بالاقيهم يا جماعة يتعبوا في إنشاء المحتوى، بس تيجي تشوفه تلاقيه بطّة بلدي. ليه؟ الفيديو بتاعه ما بيجيبش مشاهدات. ليه؟ لإن ببساطة شديدة اللي اشترك لك مش حابب محتواك. تعالَ كده يا ريس، أنا دلوقتي لو جيت على المشتركين بتوعي، أنا حاليًا 821 مشترك. حلو الكلام، حلو الكلام. المشاهدات اللي قدّامي دي على 841 أنا راضي. طب ليه؟ لإن دول الناس حبّوا محتوايا. يعني أنا لمّا أرفع فيديو امبارح يعدّي، على فكرة الفيديو ده عدّى ال600 مشاهدة، لو جينا هنا أهو ودخلنا هنا أهو في آخر فيديو، الفيديو عدِّت ال618. دايمًا الإحصائيات في الصفحة الرئيسية بتاخد وقت عقبال ما بتسمّع. يعني 80% من الناس دي اتفرّجوا على الفيديو. ليه؟ الناس حابين محتوايا. أنت وأنت بتتبادل، أنا أول امبارح نزّلت فيديو ساعة إلّا ربع. أنت عارف الفيديو ده خَد منّي مونتاج قد إيه وتصوير قد إيه؟ في الوقت اللي أنت بتتبادل فيه يا حبيبي. يا جماعة أنتم بتتعبوا غلط، يا جماعة أنتم ماشيين في الطريق الغلط، يا جماعة أمسك إيد واحد فيكم كل واحد فيها أبوسها طيب؟ يا عم بلاش تتبادل، اهتم بإنشاء المحتوى، اهتم بإنتاج المحتوى. تبادل إيه وهبل إيه وقرف إيه اللي أنتم بتعملوه ده؟ إيه الهبل ده؟ ولعلمك أنا قريب هاحط عندي كومنتات، يعني أنا قريب هتلاقيني دخلت هنا أهو، تمام، هتلاقيني دخلت في كلمة الإعدادات دي، ومن الإعدادات دي دخلت على اللي هي الأذونات، الإشراف على المنتدى، هتلاقيني نزلت تحت وحطيت كلمة تبادل واشتراكات والكلام العبيط ده هاحطه هنا أهو، عشان يوتيوب يحظر لي الكلام الأهبل ده. أنا ما يرضينيش إن أنت تتعب على الفاضي. بس يا شباب، ولو عندكم أي سؤال اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. سلام عليكم وصلوا على النبي.